يا جماعة الخير، بو معانا اليوم قصة روعة، أمانة روعة 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 صح صدقك يا عمّا والفتيل. هي قصة قديمة من عند القدماء. طبعا الفتيل انتم عارفين ايش ناس يسموه فتيل، ناس يسموه سوتري، ناس يسموه تخييش، ناس يسموه خياش، ناس قونية حق الرز البسمتي. المهم هذا الفتيل هذا يسووه داخل الآلي. كان زمان آلي على فتيل، يولع الفتيل هذا والرصاصة تروح، يولع الفتيل والرصاصة تروح. زي ما قال فيصل علوي وباسلب انجليزي بسق العدا من حبوبه. سألوا عليه السلب الانجليزي الآلي القديم مع القدماء بيكلموكم. المهم سرح لعند عمته جلس فضيفته وهذا وامور سابره. قال لي يا عمه بقول لك بحاجه. قلت له مش تقول يا ابني؟ قلت له بقول لك كنتوا اجوا غزوني احنا القريه حقنا وهذا، وانا كنت اغطس يا عمه بين الماء، وطلعتوا وقتلتوا 5 6، وغطستوا وطلعتوا وقتلتوا 5 6. قلت له يا ابني والفتيل؟ قال لي والله صدقك يا عمه والفتيل والفتيل. كلام اللي بعده